نيجي بقى هنا معانا المكنسة. المكنسة باناسونيك زي ما انتم شايفين، 18 لتر، 2000 واط. يعني حلوة جدا، يعني الحمد لله ما شفتش منها اي مشكلة خالص. الشفط بتاعها عالي قوي قوي قوي، حلوة في الشفط. وكمان فيها طرد. انت بتحطي الخرطوم هنا، شايفة ده؟ بتفتحيه كده بتعملي فيه الخرطوم، وفيها طرد هواء. يعني لو مثلا بعمل الشباك او حاجة فبطرد منها الهواء. حلوة قوي قوي. سلكها طويل جدا، انا لفه عليها اهو زي ما انتم شايفين كده، لفه عليها كذا لفة اهو، كتير قوي. سلك طويل جدا، يعني ممكن تلفي بيها الشقة وانتي حطاها في مكان واحد اصلا، يعني وانتي حاطه في الفيشة في مكان واحد. بس هي حلوة، يعني اقول عنها ايه غير انها حلوة. وبرضو انصح اي عروسة تجيبها، بس في نصيحة لاي عروسة رايحة تجيب اجهزة، خصوصا لو من شارع عبد العزيز، لو مش رايحة لحد انتي عارفاه. خلي بالك، يعني هحكي لك موقف دلوقتي. اي عروسه تخلي بالها، واي حد رايح يشتري من شارع عبد العزيز. انا لما كنت رايحه اجيب الاجهزه بتاعتي، انا كنت عارفه انا عايزه ايه في كل حاجه، بس المكنسه ما جاش في بالي خالص، وما كنتش عارفه اجيب نوعها ايه. لما روحت الراجل اقنعني بمكنسه، يعني قعد يقول لي دي حلوه ومش عارف ايه، وكان لونها بقى احمر مش عارفه في ايه كده، وانا بحب الالوان شويه فعجبتني. يعني مش عجبتني، هو اقنعني بيها، وانا قلت له خلاص تمام هاخدها. خدتها منه بكام؟ خدتها منه تقريبا على 3000. وروحت قلت بقى اعمل سيرش بقى، انا عامله سيرش على الاجهزه بتاعتي كلها وعارفه ايه الكويس وايه الوحش. قلت اعمل سيرش بقى عن المكنسه اللي هو الدهاني دي، حتى مش فاكره كان نوعها ايه، اشوف ايه نظامها، يعني حلوه ولا ايه. وهنا بقى كانت الكارثه، ان لقيتها مش حلوة جدا. ولقيتها بكام بقى؟ يعني حتى كانت في الوات بتاعها اقل من كده. تخيلوا لقيتها بكام؟ يعني انا كنت دافعه فيها 3000 جنيه، كان قايل لي خديها وحلوه ومش عارف ايه، 3000 جنيه وجبتها. لقيتها ب 900 جنيه او تقريبا ب 800 جنيه. انتوا متخيلين الفرق قد ايه؟ ضحك عليا في 2200 جنيه. اللي هو انا اليوم ده ما جاليش نوم، وقمت بقى قلت لبابا وماما، وفعلا حقيقي حقيقي ما جاليش نوم غير لما رحت له تاني يوم. ويعني وكانت مشكله، وقال لي خلاص يعني اللي انت عايزاه ومش عارف ايه، ولا وجبت واحده تانية. اللي هو انت هتديني واحده تانية وهتعمل معايا واجب كمان. كنت جايبه دي ساعتها كانت بتلاتة بقى، 3500 باين حاجه زي كده، مش عارفه اكتر اقل. هي بس هي كانت تقريبا بحاجه كده. بس انتوا شفتوا النصب. فنصيحة لأي عروسة وأي حد رايح يشتري أي أجهزة، ما تنزليش من باب بيتك، غير يعني كلنا دلوقتي معانا موبايلات، كلنا عندنا نت في بيتنا. فاعملي سيرش على الحاجة اللي انت ناوية تشتريها، شوفي سعرها، شوفي مواصفاتها، عيوبها، كل حاجة. بس اهم حاجة تأكدي منها من السعر، ومن كذا مكان دلوقتي يعني على جوجل هيجيب لك الأسعار في كل حتة. فعشان انت حتى تبقي عارفة ان مثلا دي سعرها بيتراوح من 2000 ل3، فهو بقى هيزود شويه هينقص شويه، بس مش هيضحك عليكي في 2000 وحاجه يعني. فدي نصيحه انا بنصحها لاي عروسه، خلي بالك وانتي بتشتري حاجتك، خصوصا الاجهزه. ويعني برضو باناسونيك كويسه جدا، وانصح اي حد، تقييمي ليها حلو، وانصح اي حد ان هو برضو يجيبها، يعني شفتها كويس جدا جدا جدا. يلا نشوف معانا ايه تاني. في حاجه مهمه نسيت اقول لكم عليها قبل ما نشوف معانا ايه تاني. ان اليد بتاعها دي يدها اهي، يعني بصوا طول يدها برضو اهي، غير ان السلك طويل، اليد نفسها برضو طويلة. الخرطوم ده طبيعي بيبقى بلاستيك كده، والحتة دي خلي بالك وانتي بتشتري مكنستك ان ده يبقى ستانلس زي ما انتوا شايفين كده. ده كله الدراع ده كله كده يبقى ستانلس. ركزي في حاجتك وانتي بتشتريها، لان دي حاجة بتشتريها تعيش معاكي العمر كله، فخلي بالك برضو من النقطة دي كمان. دي بقى الشاشة عندي، ال جي 43 بوصة، سمارت 4K، حلوة قوي قوي.
وبتوصلي عليها بقى الواي فاي وبتعيشي بقى على اليوتيوب وتتفرجي على افلام وكل حاجة، يعني كل حاجة هي ممتازة. والمقاس بتاعها حلو جدا، ال43 ده. فانصح اي عروسة لو هتجيب تجيب ال جي، لان هي احسن حاجة في الشاشات. ال جي احسن حاجة في الشاشات. فبس هو ده تقييمي ليها. وتعالوا نشوف حاجة تانية مع بعض. نيجي هنا بقى للغسالة. الغسالة ال جي، تحميل علوي وسمارت انفرتر 13 كيلو، بتوفر في الكهرباء جدا. حجمها مناسب قوي، يعني حجم الحلة بتاعتها حلو. حجم حلتها من جوه، انا بغسل فيها بطانية اهي. فيها من جوه 3 مراوح اهو، 1 2 3، غير المروحة الرئيسية بتاعت الحلة. فيها اتنين فلتر، ادي واحد وواحد تاني هنا اهو. وهنا مكان الدوني، وهنا مكان المسحوق زي ما انتم شايفين، وهنا الكلور. ودي لوحة التحكم بتاعتها دوت الباور اللي بنقفل ونفتح منه. وده لو عايزه تنقعي حاجه، ويعني لو خلاص اخترتي البرنامج وكده وعايزه تنقعي حاجه، بندوس هنا ونسيبها بقى مثلا ليله نسيب الهدوم ليله في الغسيل او في الغساله تنقعيها اهو. هنا دي بتاعت البرامج بتاعتها اهي. فيها كل البرامج وفيها كمان بتاع تنظيف الحوض، ده حلو جدا. والغسيل اللي هو التنظيف الاضافي ده برضو ممتاز في الابيض، التنظيف الاضافي ده عفوا اهي. وفيها تجفيف. التجفيف هنا ثانية واحدة شغلها. التجفيف هنا بتجفف خالص، يعني بصي كم درجة. استني اجيبها لك من الاول. معانا هي 1 ده بتطلع الغسيل مبلول كتير. 4 دي بتطلعهولك ناشف نص نص. 6 ناشف ها يعني ناشف يعني. 7 بقى ناشف خالص، يا دوب هيتهوها بس. والشطف برضو ادي لو عايزه تشطفي مره مرتين 3 4 لغايه 4 معاكي. وهنا بقى الغسيل، لو انتي مش هتظبطي البرنامج هنا، انتي بتظبطي بقى الغسيل عايزاه كام لفه. هي استني بتبدا معانا، هي من 3 ل90. وده مستوى الميه. بس انا الميه انا ما بظبطهاش، انا بخلي الغساله هي اللي توزن، يعني هي اللي توزن الغسيل وتاخد ميه على قد احتياجها. انا مش بظبط الميه، يعني بسيبها هي تاخد ميه على قد احتياجها. وده درجه حراره الميه بقى، بارد ودافي وسخن. وده تجفيف الهواء. تجفيف الهواء ده من الحاجات الممتازه جدا 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 جدا. لو في حاجه مستعجله عليها بغسلها وبروح دايسه على تجفيف الهواء ده، بيخليها لي طالعه ناشفه، يعني بتطلع بلبسها. فهي حلوه قوي وموفره في الكهرباء زي ما انا قلت كده في الاول. يعني انا ممكن اشغلها في اليوم مرتين 3، لاني يعني عندي بيبي وكده، فانتوا عارفين الاطفال بتبهدل نفسها على طول، فلا يعني مش بتسحب بالكارت. من مميزاتها كمان ان هي بتستخدم ليها مسحوق عادي، مش بستخدم ليها مسحوق اوتوماتيك. طبعا كلكم عارفين ان الحاجة غليت جدا، والمسحوق الاوتوماتيك بقى يعني خلاص ضرب في العالي. فالحمد لله انا بستخدم لها مسحوق عادي. وكمان كان في ناس بتشتكي منها ان هي مش بتنظف. مش عارفة، انا ما لاحظتش حاجة زي كده. لا يعني هي بتنظف وبتنظف كويس جدا. وزي ما انا قلت يعني عندي اللهم بارك عندي بيبي، ف يعني الاطفال اكتر حاجه بتبهدل هدومها. انا عايزه اقول لكم انا ببقى حاطه هدومه في الغساله، يعني زي الزفت بتطلع. لا كويسه، يعني بتطلع كويسه جدا يعني. والابيض وكله بيطلع كويس، مفيش شكوى. انتي بس ما تقليش على الحله. مش معنى ان الحله بتاعتها الحوض واسع فاحنا نكربسها هدوم. خفي الهدوم هتنضف معاكي، ما تقليش. حتى كمان عشان تحافظي على الحوض نفسه، يعني كل ما هتقلي على الحوض
بيبقى غلط. ما تقليش على الحله ده، سواء في الفوق اوتوماتيك او في الاوتوماتيك او في العادي او في اي حاجه. ما تقليش على غسالتك، يعني بلاش نحمل الحاجه فوق طاقتها. هم عاملينها 13 كيلو، بس مش معنى ان هم 13 كيلو فاحنا نحط 15 كيلو. اهدي على حاجتك عشان تعيش معاكي وتكمل يعني. وبس اهو ده الغسالة. وانصح اي عروسة يعني عايزة تجيب غسالة فوق اوتوماتيك، لا هاتيها وما تخافيش يعني، على ضمانتي. يلا نشوف معانا ايه تاني. انا بقى هنا السخان اريستون. يعني مش هقدر اقول تجربتي ليه، لان هو لسه متركب من قريب تقريبا من شهرين كده يعني. انا كان عندي قبليه الكهرباء، كان اولمبيك. كان ممتاز، هو حلو جدا. بس طبعا انتوا عارفين الكهرباء بقى، والكهرباء غليت، والشتاء بيحتاج ميه سخنه كتير للمواعين وفي الحمام وكل حاجه يعني. فالكهرباء كان 50 لتر تقريبا، كان 50 لتر، فكان قليل يعني، ما بيكفيش. فما دخلنا الغاز بقى طبعا كان لازم نجيب سخان غاز. وكل الناس نصحتنا باريستون، وحقيقي هو يعني عند تجربتي الشهرين دول هو كويس جدا يعني. ما عملش معايا اي حاجه مش حلوه، ما شمتش ريحه غاز الشهرين دول في الحمام. اما بيجي يشتغل مش بيقعد يطقطق يعني. في سخانات لما تيجي تشغليها، اول ما تشغلي الميه السخنه تقعد تعمل تك تك كده وبعدين تشتغل. لا ده يعني بيشتغل على طول وكويس. وكمان في حاجه حلوه عايزه اقول لكم عليها. شايفين اللمبه دي اللي هي دي اهي؟ اللمبه دي هو اسمها ايه، بالبطاريات. فالبطاريات هتخلص معاكي بسرعه لو في بتاع ده، لو في شاشه. في سخانات بيبقى فيها الشاشه هنا وبتقعد تعرض لك الارقام، وطول ما السخان شغال هي شغاله. فدي طبعا بتستهلك بطاريه كتير، اللي هي الحجاره دي التخينه دي، فبتستهلكها كتير جدا. فالواحد ما بتكملش معاه مثلا اسبوعين وتلاقيه عايز يغيرها تاني. ده ميزته بقى ان هي لمبه، بس اللمبه دي ولا بيعرض بقى درجه حراره ولا بيعرض حاجه. فالى حد ما البطاريات بتقعد شويه يعني بتقعد شويه حلوين، مش بنغيرها كل شويه. وهو عن تجربتي ليه الشهرين دول هو ممتاز. وبرضو انصح اي حد بيه. هو غالي شويه، يمكن اغلى حاجه في السوق دلوقتي، بس هو كويس. وانصح اي حد لو عايزه تجيبي سخان غاز ويعني هو ده حلو. اريستون حلو جدا. يلا تعالوا نشوف معانا ايه تاني. نيجي هنا بقى اخيرا يعني، خلاص اخر حاجة عندنا هنشوفها، وهي التكييف. ده تكييف يونيون اير، مش عارفة باين قوي ولا لا. اهو يونيون اير. واحد ونص حصان. حلو قوي يعني، ممتاز. بيسقع الأوضة زي ما احنا محتاجينها. وساعات بالعكس، انا ساعات بسقع يعني واترعش وابقى عايزة اتغطى. ملوش صوت. كان في ناس بتشتكي منه ان هو ليه صوت، يعني بيقعد صوته عالي وبيقعد يعني يخبط كده وبتاع. بس هو لا يعني، هو معانا ممتاز. احنا يعني تقريبا دلوقتي بقالنا قد ايه، بقالنا سنة. بقالي سنة التكييف جايباه وجربته الصيف اللي فات كله، فكان كويس معايا جدا يعني. هي طبعا مشكلته في الكهرباء، ودي مشكلة هتواجه كل الناس في اي نوع تكييف يعني، يونيون اير او غيره. هي الكهرباء، بيسحب كهرباء كتير جدا 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 يعني. بس هو في العموم حلو، وبيسقع لك الاوضه تبقي زي ما انتي محتاجاها يعني ودرجاته برضو كويسه جدا. فبس كده. وانصح اي حد برضو لو عايز يجيب، وسعره كان كويس وقتها بالنسبه لتكييفات تانية كتير، كان سعره مناسب جدا يعني، مش غالي قوي زي الارقام التانية اللي بنسمعها. بس ودي بقى كانت الجولة في أجهزتي كلها. أتمنى إن هي تعجبكم، وأتمنى إن انتوا تستفيدوا. ولو أي حد عنده أي استفسار عن أي حاجة، ادخلوا اكتبولي في الكومنتات. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناة. باي باي.